اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنعمل مراجعه سريعه للمنتج الجديد ده. يلا بينا. دلوقتي هنعمل انبوكسنج للساعه الاكس 8 بلس الترا. يمكن دي من الساعه التشاينيز اللي اشتهرت في الفتره الاخيره. طب انا ايه اللي خلاني اعمل لها مراجعه مخصوص رغم ان انا عملت مراجعه لساعه شبيهه ليها قبل كده؟ يعني دي اول ساعه تشاينيز بتنزل معاها ضمان من كونكت بي، ضمان سنه. انا بالنسبه لي الموضوع ده يامنني كعميل ان اقدر اشتري الساعه وانا مطمن جدا. طب خليني اقول لك المواصفات واقول لك المزايا والعيوب اللي هتظهر في الساعه عشان تتجنبها لو انت محتاج فيها حاجه. اول حاجه، الساعه متوافقه مع كل من اندرويد واي او اس، كلام جميل جدا. الساعه كمان بتيجي شبيهه طبق الاصل كوبي من الساعه الابل الترا، ممتاز. الساعه فيها اكتر من 80 وضع رياضي بتدعم بحزام، الخامه بتاعته ممتازه جدا من السيليكون، وكمان الساعه فتحات معدن فممتازه وتقدر تتحمل معاك الاستخدام. تدعم الاله الحاسبه، الزراير فيها كلها شغاله مش مجرد اشكال للزراير. طيب الساعه بتدعم الحجم الشاشه بتاعها 385 في 385 اي بي اس، تدعم كل الاشعارات اللي بتوصل لك على الموبايل، وكمان بتدعم بسطره اشعارات شكلها ممتاز جدا، تدعم اللغه العربيه ولغات تانية كتير. البلوتوث بتاعها بلوتوث 5، تدعم المكالمات والاتصال المباشر، تقدر تعمل لها باسورد ممتاز جدا، تتحكم في شورت فيديوز. لحد هنا الساعه ممتازه جدا. من الحاجات اللي انا باخذها على الساعه NFC. انا بصراحه اخاف ان انا احط البطاقه الفيزا بتاعتي او ان استخدم NFC في حاجات الدفع، لكن ممكن تستخدمها في حاجات زي الاكسس للاسانسير او للبوابات الالكترونيه. بالنسبه للميه فيها مقاومه للميه لكن مش بشكل فعال قوي، بنسبه ضعيفه جدا. الQR للاكونت بتاعك ممكن تستخدمه في حاجات كتير. تدعم العاب، ودي حاجه مميزه ما كانتش موجوده في الساعات التشاينيز قبل كده. وكمان بتقيس لك معدل شرب الميه. لكن انا شايف ان شويه السنسورز اللي هنتكلم عنها، درجه الحراره، درجه ضغط الدم، نسبه الاكسجين في الدم، الكلام ده كله مش اكيوريت. يعني السنسورز اللي فيها برضه ساعه ب 700 جنيه، فانا شايف ان هي حاجه مش اكيوريت. الساعه مش هتديك الارقام اللي انت عايزها الحقيقيه لو مقارنه بالساعات زي هواوي او ابل. فطبعا انت بتظلم الساعه لان هي قيمتها 600 جنيه، فبالتالي ما بتدكش الارقام دي بشكل اكيوريت، فبتلاقي القياسات بتاعتها والقرايات بتاعتها مش صحيحه. فلو انت بتشتري الساعه عشان خاطر نسبه الاكسجين في الدم، ضغط الدم، الكلام ده كله، فهي مش تديك الحاجه اللي انت عايزها او بتدور عليها. لكن لو بتشتري الساعه عشان ترد منها على المكالمات، ترى الاشعارات، البطاريه بتاعتها بتقعد من 5 ل 7 ايام، سعرها 700 جنيه، بقدر احط صورتي عليها، بقدر ارد على المكالمات، فهي تكون معاك ممتازه وكمان عليها ضمان سنه. لكن لو هجيبها عشان قرايه الاكسجين، درجه ضغط الدم، درجه الحراره، معدل قياسات شرب الميه في الجسم، كل الكلام ده مش هيكون صحيح. ده باختصار النقطه الفاصله ما بين شراك للساعه او لا. كمان الساعه فيها توفير للطاقه، وممكن كمان تدور منها على التليفون بخاصيه الفايند ماي فون، تتحكم في مقاطع الصوت اللي مربوطه ما بين الساعه وما بين الموبايل، والتحكم بالحركه، وكمان تقدر تشوف الطقس من خلال الساعه. ومش بس كده، ممكن تصور بالساعه من خلال عن بعد. طيب سعر الساعه بتيجي بكام؟ هي الساعه موجوده بتتراوح سعرها من اول 1000 جنيه لحد 699 جنيه، وفي اماكن كتير جدا بتبيع الساعه دي ب 699 جنيه، وهي اسمها اكس 8 بلس الترا. ولازم تتاكد من الضمان قبل ما تشتريها. تسال المكان اللي تشتري منه، يا جماعه الساعه دي فيها ضمان؟ لو قال لك فيها ضمان طبعا تشتريها وانت مغمض. قال لك لا ما فيهاش ضمان وما تدعمش الضمان، ما تشتريهاش، لان انت كده هترمي فلوسك زي الساعات التشاينيز اللي جت قبل كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان يجيلك كل جديد. الى اللقاء.